اهلا بحضراتكم في استوديو الهواء. لقائنا اللي هنقدمه لحضراتكم دلوقتي لقاء مهم جدا، لانه بيتكلم عن مهنة كلنا بنحبها. مفيش حد فينا مش بيحرص على انه ينظر في الجرايد او يقتنيها او يشتريها او يتابعها. ففي الحقيقة يعني برغم ما طرأ على مهنة الصحافة من مستجدات، كنا نظن في بعض الأحيان أنه قد تعمل على تراجعها أو التقليل من شأنها أو تجعلها لا تحتل نفس الاهتمام اللي كانت بتحظى به في الأول. لكن بيسعدنا أن الصحافة قوة مؤثرة في شعبنا المصري وفي حياتنا. عن تاريخ الصحافة معانا ومعاكم الكاتب الصحفي أستاذ دكتور رأفت أحمد الخمساوي، عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية. أهلا بحضرتك. يعني أنا في احتياج شديد جدا إن أنا أستمتع بهذا اللقاء، لأنه هيرجعني لتاريخ الصحافة. ونسأل أول سؤال: كيف دخلت الصحافة مصر ودور أشقائنا الشباب في هذا الأمر؟ هو بداية الصحافة هي فن وعلم ورسالة للأجيال بتنقل جميع الأحداث اليومية الخاصة بالمجتمعات وبالشعوب وبدول العالم. الحملة الفرنسية لما دخلت مصر كانت جلبت معها المطبعة اللي عملوا فيها كتاب وصف مصر. فاهتم محمد علي باشا الكبير بالمطبعة وبإدارة المطبعات، فعمل مطبعة بولاق. ودخلت المطبعة سنة 1826 كان عهد محمد علي ذاخر بالاهتمام بمصر الحديثة بالعلم والثقافة وإرسال مبعوثين للخارج عشان ياخدوا بعثات في فرنسا أو في غيره من دول العالم، على أساس يبقى عندك شعب وجيش قوي. لأن هو في الفترة دي اهتم بالجيش وبالقلاع وحاجات كتيرة جدا في الحضارة المصرية. ولكن كان قبل كده كان في إرهاصات أولية إن المطبعة دخلت الأول الأساسية في الدولة العثمانية، ويعتبر أول شعوب العالم عرفت الصحافة هي الصين، من الشعوب القديمة اللي عرفت الصحافة. ولكن احنا كمصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تدخل فيها الصحافة. طبعا التلاحم ما بين الدول العربية والأشقاء السوريين والشوام كان ليهم الفضل ان هم يبقوا متواجدين بقوة على الساحة اللي موجودة، خصوصا حلب ودمشق وسوريا. فدخلوا علينا في مصر، وابتدت تبقى في بداية نوال الصحافة. طبعا هنقول اول حاجة نزلت من الصحافة المصرية في ناس كتير ما يعرفوهاش غير الباحثين او الدارسين، هي جورنال الخديوي. جورنال الخديوي ده كان اول جورنال كان بيهتم بالاقاليم وبصحافة الاقاليم وبالقرارات والحاجات اللي خاصة بالاقاليم. ده اول جورنال موجود اسمه الخديوي. ممكن ما تشافش كتير لان قعد فترته الفترة قليلة، ولكن بعد كده محمد علي حب يطلع قرارات ومنشورات يعرضها على الشعب وعلى الرأي العام، فاهتم بجزئية ان هو يطلع الوقائع المصرية. ودي كانت اول جريدة رسمية تصدر ب3 لغات، منها اللغة التركية واللغة العربية واللغة الإنجليزية. واستمرت الوقائع المصرية حتى وقتنا الحالي بتصدر كل ما هو أوامر وفرمانات وحاجات خاصة بالدولة ومؤسساتها بتنزل تباعا في هيئة قرارات. طب احنا نشوفها فين الوقائع المصرية؟ يعني لو احنا عايزين نحتفظ بيها دلوقتي ونشوفها أول جريدة. هو هقول لك حاجة، هي في موجود منها في الأسواق عند باعة الكتب القديمة، أو تقدر حتى شوية في مكتبة اسكندرية أو في دار المحفوظات وحضرتك عايزة تطلعي فموجودة. ولكن كلما قدم الشيء كلما كان صعب الحصول عليه. وكان محمد علي أمر ان كل ما يكتب من اخبار عن الاقطار الحجاز والسودان، لان مصر طبعا كانت تعتبر امبراطورية في الوقت دوت، كان تبعها السودان تبعها الحجاز. فقال ان كل اخبار بتنشر لابد ان تأتي الى الديوان العام الخديوي وتنقح ويتم اعادة سلطنتها ان هي تنزل بعد كده في الوقائع المصرية اللي كانت بتهتم اصلا كمان بجزء كبير من الجيش. بعد كده راح مطلع الجريدة الرسمية، ودي جريدة كانت خاصة اصلا كمان بالجيش متخصصة فرمان. احنا دلوقتي حضرتك قلت حاجات كتيرة خاصة بمجموعة من الصحف اللي صدرت في مصر في الاول في البداية، لكن احنا عايزين يعني نضع تصور لتطور او التطور
التطور التاريخي للصحافة المصرية نبدأ ازاي؟ يعني احنا معانا دلوقتي مواد على الشاشة، يعني دلوقتي في عندنا الوقائع المصرية دلوقتي نقدر نقول دي رقم كام؟ يعني دي دلوقتي نبدأ مع السادة المشاهدين. دي حضرتك في فترة السبعينات اللي هي سنة 1978. طبعا كل الوقائع المصرية صدر من 1826 لغاية دلوقتي كلها قرارات. لما هنلاقي مثلا فترة السلطنة هنلاقي الشعار متغير، هنلاقي مثلا بدل النسر ده او صقر قريش هنلاقي فيه التاج الملكي، التاج السلطاني وهكذا. فكان كل شعار لازم كان بيبقى موجود بنفس الطريقة، يبقى عليها الشعار علشان نقدر نعرف ده اي عهد الفترة. وبعدين بيبقى مكتوب التاريخ والفرامات اللي موجودة فيها بتحدد يعني نأرخ للصحافة المصرية او تاريخها من بداية جريدة الوقائع المصرية. الوقائع المصرية رقم واحد، مش جورنال الخديوي. جورنال الخديوي ما ظهرش بالكثرة اللي احنا نقدر نشوفه او نحصل عليه. انا كباحث صحافة ما عنديش حاجة من دي جريدة رسمية. دي بقى ايه تاني مرحلة؟ دي تاني مرحلة للجرائد اللي هي الخاصة بديوان الدولة. ولكن هناك عشان نفرق بعد كده ان في صحافات مستقلة وصحافة شعبية. كان دي اسمها ايه؟ يعني نوعية الجرائد اللي زي الوقائع المصرية والجريدة الرسمية بتصدر فيها كل الفرمانات والمنشورات الخاصة بالدولة. في كافة المجالات ومناحي الحياة. قرارات خاصة بالجيش، بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بالمؤسسات اللي هي الدولية، مثلا المعاهدات، الاتفاقيات، منح الناشئين، منح الانواط، نقل طابع رسمي سياسي حكومي بالدرجة الأولى. طيب وبعدين ايه تاني؟ بعد كده المفروض عشان نعرف احنا ان اسكندرية عروس البحر المتوسط خرجت منها الصحافة، أول الصحافة في معانا النشرة الأسبوعية. النشرة الأسبوعية دي كانت 1876. وكان في كمان قبلها جريدة الأهرام. لأن الأهرام دي من ضمن الصحافة الشعبية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، اللي خدت الشعبية جامدة ولا زالت مستمرة حتى الآن. كنت بتتكلم على اسكندرية. اسكندرية هي المحافظة الوحيدة اللي خرج منها تراخيص الجرايد اللي سافرت القاهرة بعد كده واستقرت في القاهرة، زي الأهرام، زي النيل. اسكندرية بطبعها الساحلي وثقافتها وحضارتها، ومكتبة اسكندرية كان ليها رونق أصلا في إنك أنت تاخد ترخيص من اسكندرية سهل، وبعد كده تنتقلي بيه إلى القاهرة اللي هي العاصمة الأم. احنا في برضه معانا يعني في كان متوقفين عند النشرة الأسبوعية، هنكمل تاريخ الصحافة مع حضرتك وهنطلع هنكمل بعد كده كل فترة من فترات الحكم الخاصة بملوك مصر ورؤسائها. كان دي الحاكم موجود، كان بتصدر في وقته مجموعة من الصحف والجرائد اللي هي بتمثل الفترة بتاعته. يعني مثلا جينا خدنا عهد الخديوي سعيد مثلا، ده كان بيهتم اصلا بالارض الزراعية وتمليك الارض الزراعية والفلاحين، وكان بعد الناس عن السياسة شوية عشان كان في بداية انه يستخدم الفلاحين في الصخرة وفي حفر قناة السويس لما تلا بعده الخديوي اسماعيل. يعني ده بقى يعني نقدر نقول كانت سلطة تانية بتؤثر على الشعب المصري. بتستخدمها بقى بحيث ان هو انت بتقولي بعيدوا عن السياسة. احنا معانا على الشاشة الرشيد، احد الجرائد اللي كانت موجودة دي من الجرائد اللي هي اللي كانت بتصدر عن طريق الاقاليم، ودي هنتكلم فيها واحنا بندردش عن تاريخ الصحافة، ان هناك صحافة اقاليم وصحافة مدرسية وصحافة جامعية وصحافة معاهد. فدي الرشيد دي من احد الجرائد اللي كانت بتصدر في الثلاثينات والاربعينات من القرن. كانت تنتمي لأي فئة؟ لا هي مستقلة. ولكن نقدر نقول خلينا نتكلم على طابع مهم جدا، ان هناك بعض الجرائد الانتقادية للحاكم، ودي اللي كانت لابد ان هي كانت تصدر، وكان ممكن صاحبها ينفى خارج البلاد، زي مثلا ابو نضارة بتاعت يعقوب صنوع. لا قول لنا بقى اول حاجة، اول جريدة يعني ابو نضارة دي مجلة ولكن كانت بتصدر في عهد الخديوي، وكانت بتهاجم الخديوي. فنفى صاحبها اللي هو يعقوب صنوع، وابتدى يطلعها من فرنسا، وكانت من النوادر اللي كانت تكتب بخط الايد. ما كانتش بتطبع، كانت تكتب بخط الايد، حتى لو عثرت على اي نسخه منها هتلاقيها بالخط اليدوي العادي جدا. كنا نتمنى تكون معاك يعني. طب في دلوقتي صوت الامه؟ صوت الامه دي دي تبع حزب الامه ساعتها ايام سعد باشا زغلول ومصطفى النحاس، ولغايه دلوقتي هي مستمره. كانت وظيفتها ايه دلوقتي؟ اللي هي حاجه مستقله بالحزب، وبرضه من الحزب المعارض، يعني تتحدث بلسان الحزب. الحزب وانتقاديه، يعني تنتقد الاحداث الموجوده. ليها راي شامل وليها سلطه
سلطه رابعه، لان الصحافه احنا في عصرنا اسمها سلطه رابعه اللي هي السلطه الرقابيه. كانت من البدايه وهي تحتل موقعها كسلطه رابعه؟ نعم، هي لغايه فتره السادات كانت بتحتل السلطه الرابعه. دلوقتي للاسف الشديد مع دخول فئات كثيره من الناس الغير مدربين وغير مؤهلين في الصحافه اصبحت مهنه كمان لا مهنه لها. يعني كل واحد فتح له صفحه على الفيسبوك وكتب فيه ان هو صحفي واعلامي وغير مدرب وغير مؤهل، هي دي اللي عملت نوع من الفوضى الاعلاميه والفوضى الصحفيه. ولا طبيعه الحياه، يعني احنا زمان كنا نسمع ناخد الفنون والاداب والعلوم من الاذاعه ونعرفها من الصحافه، لكن احنا بس عايزه دي جريده مصر دي، وجريده مصر دي من الجرايد القديمه اللي صدرت في القرن التاسع عشر، يعني 1880 و1890 واستمرت لغايه فتره الخمسينات. قبل ما حضرتك نلتقي بيه كان مجدي سعد بيقول لحضرتك من اهم صفاتك انك بتحب تقتني الاشياء القديمه اللي لها قيمه، ويمكن ده باين من خلال هي دي نماذج من البحث بتاعي اللي انا شغال فيه اللي هو صحافه بلا حدود، تاريخ الصحافه المصريه من عهد محمد علي لغايه دلوقتي. فلازم يكون عندي الاصول ان انا اقدر اقتنيها، حتى لما يبقى في معارض ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى حاجات معموله بطريقه خاصه للعرض. يعني زعلت قوي انا دلوقتي لما حضرتك تتكلم على ان الصحافه فضلت لعهد السادات، الرئيس الراحل محمد انور السادات، تحتل موقعها كسلطه رابعه، واحنا في وقت محتاجين فيه نبني انفسنا، نبني الانسان ونبني مصر. بنشوف الصحافه تراجعت. هل انتم في ابحاث او في حلول او في طريقه امل انه تعود الصحافه لثقلها المؤثر في المجتمع المصري وفي السلطه ايضا؟ هقول لحضرتك حاجه، القلم الصحفي اقوى من اي سلاح، وانا هستدل بمقولة شهيرة لنابليون بونابرت اللي هو كان بيقول: انا لا اخاف من جيش قوامه 1000 جندي بقدر خوفي من صرير قلم صحفي جاد. يعني اذا القلم الجاد او الصحفي الجاد ممكن يغير سياسة دولة بحالها، ولكن لابد ان يكون لديه الامانة والمصداقية والرأي الحر ويكون على الحياد. الصحفي لازم يكون على الحياد، شخصية ما فيش غبار عليها، هو مستقيم اساسا بالظبط كده. ولازم يكون عنده حته الامانه ونقل الاخبار بمصداقيه وعدم الخوض في الاعراض او يقول رايه في حاجه. هو بينقل الموضوع للراي العام، وعلى الراي العام ان يتفاعل معه وينقل الاخبار اللي هي زي ما بينقل اخبار فساد، لابد ان ينقل الاخبار الايجابيه الخاصه بالدوله او بالمؤسسات او بالافراد، ما يبقاش كله موجه ضد حاجه معينه. ده بالنسبة للصحفي المفروض تشترط فيه الأصول الصحفية. احنا عمالين بندردش طول ما في معانا في الأهرام زي ما حضرتك شايف على الشاشة. دي أول نسخة بقى ولا إيه؟ لا، دي نسخة في أوائل القرن، ولكن هي أول ما صدرت عن طريق بشارة وسليم تكلة في اسكندرية سنة 1878. صدر العدد الأول منها العدد التابلويد اللي هو من 4 ورقات، يعني هم ورقتين في 4 صفحات. ودي صدرت بالحجم الصغير، وبيطلعوها كل 100 كل مثلا عيد سنوي، مثلا كل 25 سنة 50 سنة عدد تذكاري بنفس الجريدة. انا ملاحظه ان شكل الصحيفة كان صغير غير اللي احنا بنشوفه دلوقتي. لا، دي حضرتك ده الحجم ده غير طبيعي. ده مش ده الحجم الاساسي. لا، ده الحجم الاساسي التابلويد اللي هو مثلا نقوله 30 في 40 اللي هو زي اخبار الحوادث. ده التابلويد اللي احنا بنسميه في علم الصحافه. ده الحاجات التابلويد اللي هي الصغيره، اخبار الحوادث، اخبار النجوم، اخبار الفن. ولكن المقاس الستاندر اللي هو مثلا اللي بنقول عليه 45 في 60 او 65. اما الاهرام فصدرت في وقت من الاوقات بعده طبعات مختلفه وباحجام مختلفه، منها الحجم ده من اكبر الاحجام اللي كانت بتنزل في فتره اوائل القرن. تمام. دي الحاجه الثانيه، في الصحافة بتنقسم إلى قسمين، اللي هي الصحافة عن طريق المجلات أو الصحافة عن طريق الجرايد. الفرق بينهم إيه؟ الفرق إن المجلة هي مطبوعة ورقية بعدد أحجام ورق معين، لها صفة الدورية، ممكن تبقى كل أسبوع، كل شهر، كل شهرين، أو كل 3 شهور على حسب المؤسسة اللي بتدير هذه الأشياء. وإحنا تعتبر مصر رائدة في الصحافة عن طريق دار الهلال. دار الهلال كمؤسسة صحفية كبرى أصدرت العديد من المجلات الثقافية الكبيرة جدا، منها المصور ومنها اللطائف المصورة وكل شيء والعالم وكل شيء والدنيا والفكاهة. يعني إذا إحنا كان عندنا مؤسسات، ولا زالت قائمة هذه المؤسسات حتى الآن بنفس إصداراتها، فيما عدا بعض الإصدارات اللي توقفت تماما عن الإصدار. في عندنا دي المقطم.
المقطم دايما بنسمع عنها، ايه كلمنا عن هذه الجريدة. لا هي جريدة من الجرائد المحترمة جدا كانت بتصدر، وكانت برضه جريدة انتقادية واستمرت لغاية فترة الستينات وتوقفت تماما. يعني كان مين ابرز كتابها؟ لان دايما اسمع يعني خلال البرامج التلفزيونية او حتى لو قلنا ابرز كتابها يعني مش في الفكر ان احنا نقدر نجيب كل الكتاب الموجودين الناس مش تعرفهم. يعني لو قلنا مثلا كاتب زي عباس محمود العقاد او انيس منصور او توفيق الحكيم او الناس المعروفين المعروفين، لكن لما نقول مثلا مصطفى القشاش كان رئيس مجلس اداره ومعاه مجموعه من الكتاب مش نقدر نبرز كل حاجه في وقتها بالاسماء الموجوده. ولكن كان بيكتب فيها كبار الكتاب اللي كانوا موجودين في هذه الحقبه اللي احنا بنسمع عنهم اللي حضرتك ذكرتهم. ما هي دي الفكره، كانوا بيكتبوا فيها وكان بتنشر برضك اشعار لكبار الشعراء الموجودين عمالقه الشعر امثال احمد شوقي وحافظ. قلت يعني دكتور قلت اسماء عظيمه، احنا ليه مش بنسمع لاسماء؟ يعني دلوقتي مفيش على الساحه اسماء شخصيات قادره تعلم زي ما هذه الاسماء العظيمه علمت وصنعت. طيب انا هقول لحضرتك الموضوع ده في عجاله سريعه. نحن كان لدينا نبراس ثقافي عن طريق المطبوعات التي كانت تطبع من جميع دور النشر، الثقافه القرائيه التي محت تماما في هذا العصر، عصر التكنولوجيا. يعني لما تيجي تقول لواحد اقعد اقرا كتاب يقول لك لا التقرير بناخد معلومه من على النت. فاصبح مفيش ميول للقراءه، مفيش وقت للقراءه. لكن قديما كان هناك كل الافتتاحيات الخاصه بالدوريات، سلسله عالم العرب، كتابي، سلسله اقرا، عالم المعرفه، كل هذه السلاسل كانت تبدا بكبار الكتاب المعروفين في وقتها. وكان اي واحد بيحب القراءة كان دايما بيبقى يقول لك انا مثل الاعلى في الكتابة توفيق الحكيم، انا مثل الاعلى في القراءة يوسف السباع، انا مثل الاعلى مثلا عباس محمود العقاد، وهكذا. لان كانت هناك تباري بالثقافة القرائية اللي كانت موجودة عن طريق الدوريات وفي شتى علوم المعارف. طب أنا عايزة حضرتك توضح لنا هذه المرحلة من تاريخ الصحافة المصرية. لو بنقول أهم علامات أو نقول أوقات الارتقاء والنهوض بالصحافة المصرية، ونقول الزمن أو الأوقات اللي حصل فيه نقول نوع من الضعف أو هقول لحضرتك حاجة. تعلو الصحافة في اعتلاء الثورات، لأن هناك ثورات خاصة بالشعوب بترفض الكيان الاستعماري أو الكيان الصهيوني أو أي كيان موجود. فتلاقي كافة الصحف بتبرز هذه الحقائق وتبرز مدى إنجازاتك ومدى انتكاساتك في كثير من الأوقات. لأن الجورنال الورقي اللي هو مطوية، طبعا كلمة صحافة هي جاية من الصحف الأولى، من هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى، في حاجة مطوية. في دلوقتي دي الوطن دي برضك صدرت من 1800 واستمرت لغاية الأربعينات وبعد كده توقفت تماما. وفي حاجة انا بعملها كدراسة لكتابة حتى الخط ذات نفسه بتاع الجورنال، امتى كان بالحجم الصغير وامتى كان بالحجم الكبير وامتى كان بالخط الثلث او الخط الفارسي. دي كدراسة انا عاملها مستقلة بالعناوين بتاعت كل جرايد متى توقفت ومتى بدأت، حتى بالرخص بتاعتها الورقية اللي صدرت من خلالها. تمام. طيب أنا عايزة بس أسأل حضرتك، يمكن كنا قبل الهوا لأن الموضوع مهم ومهم لشرائح كثيرة بتعمل في مهنة الصحافة. كنت بتقول في الصحف القومية اللي احنا عارفينها، لكن في كمان أنا عايز أتكلم عن الصحف المدرسية، الصحف الجامعية، أتكلم عن صحف الأقاليم، وعايز أبدأ بالأقاليم. دورها دلوقتي هل هي فعلا قادرة تجد لها مكان يعني في يعني مكان تحتل به موقع هام في الصحافة المصرية؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا اساس الدراسه بتاعتي صحافه الاقاليم. كويس. ليه؟ لان انا لما جيت بدات اطلع على المراجع اللي هي كانت كاتبه في صحافه الاقاليم ذكرت بعض الجرائد. في دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نعرض ونفرج. البسيط دي من ضمن الجرائد القديمه برضو اللي هي يعني بتدعو الى التنوير وتدعو الى الفكر المستنير، وفي نفس الوقت كان بيكتب فيها برضو كبار الكتاب في ذلك الوقت، وافلست وتم اغلاقها في فتره من فترات، ولكن لا زالت موجودة تلاقيها مثلا في الأسواق القديمة عند بيعة الكتب والجرائد. تمام. نكمل بقى الإعلام. فكان أساس إن الصحافة الإقليمية هم ما خدوش حقهم الجيد، ولكن بيخرج من الأقاليم كتاب وصحفيين على مستوى راقي جدا من الإبداع. وفي نفس الوقت بتنافس تماما الصحافة الجماهيرية أو الشعبية. الصحافة الجماهيرية أو الشعبية اللي هي الصحافة اللي ليها قاعدة عريضة من القراء،
التي ينتظرونها كل يوم او كل صباح يوم، وفي نفس الوقت بتوزع على اكبر نطاق من الجمهورية او مصر المحروسة. دي ايه؟ سفينة الاخبار. سفينة الاخبار دي صدرت في فترة العشرينات والثلاثينات والاربعينات، وكانت بتصدر بحجمين، الحجم التابلويد الصغير والحجم الكبير. مشهورة؟ كانت مشهورة في وقتها. احنا قلنا عدد الصحف اللي كانت بتنشر من عهد محمد علي لغاية دلوقتي مئات الصحف اللي صدر منها، ممكن سنة ووقف، وسنين وقفت، 10 سنين وقفت، 5 سنين وقفت. يعني احنا اللي بنفتكره يعني على سبيل المثال الوقائع المصرية، السفير، مش عارفة ليه البعكوكة طبعا. ايوه، يعني البعكوكة دي من الصحافة الساخرة. المقطم وفي المؤيد وفي اللواء بتاعت مصطفى كامل. دي بعض الجرائد اللي احنا بتختلط علينا الامور ان احنا نقول والله. في السلام، ايه السلام بقى؟ السلام برضو كانت صحافة اقاليم، دي من ضمن الصحافة اللي طب كويس عشان احنا بنتكلم على الاعلام الاقليمي. طب دلوقتي الاعلام الاقليمي يعني هل ليه مستقبل؟ يعني هل مستقبله يعني اكثر اشراقا من الان، ولا هل هو اخذ مكان ما كانش بيحتلها قبل كده؟ لا، الصحافة الاقليمية هي بتبرز كل الاخبار الخاصة بالاقليم او المحافظة بتاعته. وفي نفس الوقت كمان بتبقى صحافة قوية جدا ان بتعبر لسان حال الفئة المعينة بتاعت المجموعة اللي هي موجودة في البلدة او المحافظة، فتواجده مهم جدا جنبا الى جنب الصحافة القومية. هرجع بقى واتكلم على الصحافة المدرسية، لانه مفيش ضيف عظيم شفته او سمعته بيتكلم وهو كان نبغى في مجال الاعلام او الصحافة الا لما كان ليه نصيب طيب في الصحافة المدرسية. الصحافة المدرسية زمان ودلوقتي، وهل هي فعلا كان ليها دور مؤثر؟ هل هي صنعت صحفيين كبار؟ نعم. يعني مش هقول لك للأسف الشديد مع الفارق ما بين الصحافة اليوم والصحافة قديما، احنا كان عندنا الصحافة المدرسية بتمثل إشراقة في عالم المدارس والجامعات والمعاهد، ودي من ضمن الحاجات. انا عندي ما يقرب مثلا من 500 مجلة مدرسية وجامعية ومعاهد من 1800 لغاية الستينات والسبعينات. حاجات كثيرة جدا الناس ما تعرفش عنها، وكانت أبرز حاجة موجودة كانت روضة المدارس، كان بيكتب فيها كبار العظماء، كان ممكن يكتب فيها مصطفى كامل ومحمد عبده وجمال الدين أفغاني ومجموعة الناس العظماء اللي احنا نعرفهم. بالإضافة إلى كل مدرسة كانت بتصدر صحيفة مستقلة زي المدرسة الخديوية، المدرسة الثانية، مدرسة فؤاد الأول، الحسينية، المدرسة الثانوية العسكرية اللي عندنا اللي موجودة، راس التين، دمياط. أنا عايزة أقف هنا بقى. يعني حضرتك بتقول على مدارس يعني ما زالت أسمائها رنان موجودة، وده الفرق بين طالب زمان اللي كان شخصية مؤثرة كان منهم ساسة وقادة، نعم. وبين حالنا دلوقتي وحال مدارسنا دلوقتي وحال الأنشطة في مصر في الوقت الحالي. مش عارفة، أعتقد إنه هو أمر محتاج لوقفة، محتاج إنه ترجع المدرسة تصنع الإنسان، ما تبقاش نعم. بس مكان خاص بالعلم اللي حتى ليس كما يجب أن يكون. نعم. هقول لحضرتك حاجة، في عندنا ثقافة خاصة بثقافة الزي. تعالي شوفي ما قبل الثورة، كل الطلاب والتلاميذ كان بالطربوش والبدلة بتاعته والشورت مثلا والشراب والشوز والشافة نفس النظام، الالتزام. وفي نفس الوقت كان عندنا انتماء وطني جيد جدا، وكان الصحافة بتقسم إلى صحافة اقتصاد منزلي. ده ايه بقى؟ دي العروسة والفن السينمائي. العروسة والفن السينمائي دي كان مطلعها رياض شحاتة اللي هو كان مصور جلالة الملك في الوقت ده، ودي طلعت أعداد بسيطة جدا. دي مجلة فنية يعني؟ مجلة فنية، صحيفة فنية. واستمرت فترة صغيرة وبعد كده ما كملتش، ولكن بتهتم بالفن والسينما في ذلك الوقت. كل العلوم والفنون الخاصة بالسينما والمسرح كانت بتبرزها مع الإعلانات الخاصة القديمة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. أكيد حضرتك بتحضر مؤتمرات وندوات خاصة بالصحافة. أنا فاكرة في جيلي لو أنا كنت في إعدادي أو ثانوي كنت بفرح قوي وأنا رايحة أجيب من عند بتاع الجرايد مجلة جديدة، مجلة من المجلات المعروفة أو صحيفة، وابقى فرحانة بيها وحاسة إن أنا هقضي يوم الخميس والجمعة في نهاية الأسبوع عشان هستمتع بيها. طيب دلوقتي إحنا عندنا في تقنيات تكنولوجية كتيرة وحاجات بتحاول إنها تسحب البساط من الصحافة. هل في المهنة الصحفية هل في وسائل أو في أبحاث يعني تحاول تستعيد تاني روادها؟ يعني هل في أفكار نقدر بيها ننهض بالصحافة ويبقى بتشكل قوة جذب للشعب المصري؟ هو لك حاجة، النهوض بالصحافة زي ما بقول لك عايز تدريب،
عايز خريجي اعلام مدربين، يعني اللي بيدرس اعلام يطلع يتدرب في اي صحف من الصحف سواء القوميه او المستقله، وينزل المطابع وينزل يشوف رحلات في مدينه الانتاج الاعلامي لو بيدرس مثلا اعلام مرئي او اعلام اذاعي او صحافه مكتوبه. تاخد البكالوريوس بتاع الاعلام، فمفيش تدريب خلاص. اعتقد ان انا مجرد حاجات على الورق وحاجات حفظيه وبعد كده تتناسب. لابد ان يفهم الطالب، واحنا بنعمل ده عندنا في مقر الجريده، ان بنحاول نجيب الطلبه ندربهم التدريب الامثل في فن الحوار، فن التحقيق، فن اللقاء، فن المونتاج، الفنون الكتابيه، فن المقال، وبنعمل له ورش عمل بحيث ان هو يبقى مؤهل يبقى صحفي بجد. هرجع لكلام حضرتك، وقفت مع نفسي وقفه. طب نشوف دي في على الشاشه برضو، هي مجموعه من الصور اعتقد، مش نعم دي اكيد اعتقد دي مجله اللطائف المصوره، ده الظهر بتاعها. وزي ما انت حضرتك شايفه دايما الصور بتبقى منمقه، زمان كان بيبقى فيه اللي هو نظام الدكه اللي هي 3 ادوار دي، حتى في الصور المدرسيه والجامعيه والمعاهد تلاقي حتى حضرتك الصوره عباره عن بانوراما جميله جدا بالزي الموحد بالشكل الجمالي. بتفكرني بالنظام، يمكن افتقادنا للنظام هو اللي احدث الخلل ده في طبيعتنا كشعب مصري في الشارع. لا، تغير الجيل، تغير الثقافه والتكنولوجيا والسرعه، كل هذه الاشياء اثرت بالسلب على الجيل اللي موجود. هذا الجيل ظلم وظلم نفسه. سؤال، انا بقى لازم ارجع للجزئيه دي لانها مؤلمه. يعني هي فكره انه حضرتك كنت بتقول ان الصحف بتظهر مع الثورات، بيبقى ليها دور. هل شايف انه الصحافه المصريه كانت يعني بتقوم بدورها كما ينبغي ان يكون فيما قبل وبعد الثوره، يعني اثناء الثوره؟ هي ما قبل الثورات هي بتنقل الاحداث اليوميه والاخبار اليوميه ابديت، يعني كل حاجه بتنقلها كما كانت موجوده في ذلك الوقت، فهي معبره او لسان حال فئات كثيره من الجمهور، عكس الصحافه المتخصصه زي مثلا زي صحافه الطب، الهندسه. يمكن هرجع برضه بحته ان اول مجله طبيه صدرت على مستوى الشرق هي عصوب الطب اللي اصدرها الفريق اسماعيل لما اهتم بالفتره دي بالطب واهل الطب. يعني هرجع تاني اسال السؤال، هل كانت مصداقيه الصحافه المصريه على المحك في وقت من الاوقات؟ خاصه انا بكلم، انا يهمني منطقه او وقت الثوره وما بعدها. شوف هقول حاجه، الصحافه ان لم تكن صادقه ولم تكن مواليه اذا فهي صحافه جاده. اذا كانت الصحافه مواليه تكتب بما يملى عليها اعتقد ان ما تبقاش صحافه. وخلينا نقول الصحافه والصحفيون يصنعون الراي العام، فعشان اصنع راي عام لابد ان يكون لدي المصداقيه ولدي نقل الاخبار الصحيحه والبعد عن الشائعات والبعد عن الفوضى واثاره البلابل والفوضى اللي هي بنقول عليها ايه الصحافه الصفراء، او اللي هي بتنتقي جمهور معين يلتف حواليها. ولكن انا عايز اقول خلينا في الصحافه اللي هي مستمره. احنا الفتره اللي فاتت على مدار 15 سنه من خلال الدراسه اللي انا عاملها كم صحف صدر، هقول لحضرتك مثلا فوق ال1000 جريده صدرت في خلال الفتره دي كلها، استمر منهم على الساحه مجموعه قصيره اللي موجوده اللي هي بتنقل راي عام، في منها ما بيقابل بالانتقاد لانه واخد خط معين، وفي منها ما بيلاقي الاستحسان. في واحد يقول لك انا جريدتي المفضله الجريده الفلانيه، بحب اول حاجه عيني تقع عليها ان انا اقرا العمود للكاتب الفلاني، اقرا الخبر. وانا بقى عايز اسال على الكتاب، يعني الصحافه كان فيها اعلام ورواد. نعم. دول صنعوا انسان، هم اساسا كانوا شخصيات يعني على مستوى عالي من الثقافه والعلم والاخلاص، لانه لازم يكون عنده مصداقيه ولازم يكون عنده مبادئ في الحياه. فدول كانوا موجودين، وايضا دخل عليها البعض اللي اساء لمهنه الصحافه، وطبعا الحمد لله ان هم كانوا قله قليله. احنا عايزين ناخد الاسوه، يعني عايزين نتعلم، عايزين نعرف دول كانوا ايه، حالهم ايه، ازاي الانسان يبحث عن هذا الصح، ازاي نعرفهم منين من كتاباتهم. احنا دايما بننصح نصيحه مهمه جدا للصحفي المبتدئ. الصحفي المبتدئ يقرا ثم يقرا ثم يقرا ثم بعد ذلك يطلع في جميع العلوم والمعارف. انا راح اقابل وزير اقتصاد او مسؤول اقتصادي، لابد ان اكون ملما بالاقتصاد واكون ملما بكافه الاخبار الاقتصاديه. رقم 2 ان انا اكون راح اعمل مؤتمر في احضر مؤتمر في السياحه، لابد ان اكون ملما بالسياحه. حينما اتناقش مع هذا الوزير او هذا المسؤول لابد ان يكون عندي معلومات مسبقه. هتكلم
هتكلم عن التجاره، هتكلم عن الصناعه، هتكلم عن الطب، هتكلم عن الهندسه. اذا الصحفي هو مجموعه خبرات كامله يقرا في شتى المجالات لكي يكون لديه الحوار الجاد مع المسؤولين او مع من كبر منه سنا او على منه شانا او اقل منه شانا. هو في اعلامي عظيم، احد الاعلاميين كان بيتكلم وكان بيقول انه اي عمل اعلامي سواء كان صحافه او تلفزيون او اي شكل من اشكال الاعلام، اي عمل بيبذل فيه جهد لابد انه يجد له صدى ويجد له مصداقيه ويجد له قبول. وصلنا لنهايه لقائنا. شكرا لضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ دكتور رأفت احمد الخمساوي عضو الاتحاد الدولي للصحافه العربيه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.